هنتكلم عن القوة والسرعة والتحمل والمرونة والرشاقة والتوازن، ودي كلها الأسس البدنية للاعب كرة قدم. لو كل لاعب اهتم بكل العناصر ديت هيوصل لأعلى مستوى من الأداء ويقدر يطبق مهارته الفنية بشكل مميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العالمي، أهلا بيكم. إزيكم يا أبطال؟ النهاردة هنتكلم عن الأسس البدنية في كرة القدم، وهنشوف إزاي نطبقه في التمرين عشان نقدر نطور نفسنا. يلا بينا. كرة القدم يا شباب مش بس مهارة بالقدم ولا تكتيك من المدرب. اللياقة البدنية هي العمود الفقري للاعب، من غيرها بيكون اللاعب ضعيف قدام خصومه مهما كان موهوب. تعالوا نتكلم مع بعض على العناصر ديت، وهنبدأ بعنصر القوة. القوة طبعا مش بس عشان تقدر تشوط الكرة جامد، لا، القوة العضلية بتخلي اللاعب ثابت في الالتحامات وقادر يحافظ على توازنه ويكسب كمان الكرات المشتركة. تاني عنصر يا شباب عنصر السرعة. السرعة هي السلاح اللي بيصنع الفارق. الانطلاقة في أول 10 أمتار ممكن تحسم هدف أو تمنع فرصة للفريق الخصم. اللاعب السريع بيقدر يتحرك في الدفاع والهجوم في ثواني. تالت عنصر يا شباب هو عنصر التحمل. التحمل طبعا هو إن اللاعب يقدر يجري ويدافع ويهاجم بنفس القوة، مش في أول لحظات المباراة، ده طول وقت المباراة. بدون التحمل اللاعب هينهار بدنيا في اخر نص ساعة، وساعتها بيقدر يبان الفرق بين اللاعب المحترف واللاعب الهاوي. رابع عنصر معانا هو عنصر المرونة. المرونة بتدي اللاعب خفة حركة وتقلل خطر الإصابات. خامس عنصر معانا هو عنصر الرشاقة والتوازن. رشاقة اللاعب هي اللي بتخليه يغير اتجاهاته بسرعة، يراوغ ويستعيد توازنه حتى بعد الالتحام القوي بينه وبين المنافس. الخلاصة في كلام يا شباب، الأسس البدنية للاعب كرة القدم هي القوة والسرعة والتحمل والمرونة والرشاقة وكمان التوازن. لو كل لاعب منكم اهتم بكل العناصر دي هيوصل لأعلى مستوى من الأداء ويقدر يطبق مهارته الفنية والخططية بكفاءة عالية. وبكده نكون خلصنا موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وخلي دايما الرياضة جزء من حياتك.